حياكم الله متابعينا، أريد الكل يجاوبني بصراحة. هل علي حمادي ما يستحق مثل ما أخذ أيمن؟ كل الجوائز صبت بصالح أيمن، وبالأخير إنه لما تكتشف علي حمادي من جماعتنا، وهذا السبب الرئيسي اللي ما حد طلع وقال إنه يابا مثل ما أخذ هذا هدية هذا هدية. كل الناس اللي بدت وبادرت بالهدايا طبعا مشكورين، وأيمن ويستاهل أبو طبر، ولكن اللي بدأ واللي كسر شوكة بوليفيا بالتسجيل هو علي حمادي، ابننا عراقي وبطل ويمثل المنتخب العراقي، وافتتح التسجيل وكملها أيمن جزاه الله خير. عتبنا على الناس اللي بدت ونطت غير تكون منصفة. يا جماعة شفت بس واحد من الغربية يسمونه أبو عناد فرح مع البطن النقلتك يا أبو عناد، أنت الرجل الوحيد اللي انصفت بالهدية. طبعا هي الهدية ما تقيمهم، والإنجاز اللي قدموه ما يقدر بثمن. كل اللاعبين ليش ننسى آكام، ننسى الحارس، ننسى بقية اللاعبين من المدافع إلى المهاجم، كلهم قدموا وكلهم أبطال ومشكورين على الإنجاز اللي قدموه. ولكن لما تريد توزعون أو تنطون كونوا عادلين.